السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومياتنا جمل ومشاهدة اللي بتشترك في القناة وتصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونفعل الجرس. يلا بينا نعمل أحلى وصفة غدا سهلة وسريعة ومكونات بسيطة في قلب بيت. ادي البطاطس، عايزة تقطعها زي ما انت حرة براحتك. انا جايباهم ومقشراهم اهو. هنعمل كفتة ومكرونة. كفتة بطاطس هسلقهم وبعد كده هنصفيها وهنكمل الفيديو مع بعض. في الوقت ده انتوا شايفين المية اهي حطيتها. دلوقتي هقول لكم احنا هنعمل التجديعة بتاعت المكرونة ازاي بطريقة سهلة جدا ومن غير لا خلاط ولا اي حاجة. بغسلها غسيل حلو بس. والله بقى لو انت جايباها من الفريزر اللي عملتها كده ثواني. ضيف مية سلق المكرونة يا بنات. مش هتلخبطي نفسك ولا اي حاجة. اسرع طريقة تخلصي فيها اكل. هنقلبها زي ما انتم شايفين ونسيبها تولع مع نفسها. كده احنا خلصنا التجديعة اهي. ده انا بفضلها بكتير عن الطريقة التانية وكل واحد طبعا هو واختياره. احط بقى معاها بهاراتها بالمرة. حطينا معلقة توم، حطينا الحدق بتاعنا. ده اجمل حاجة بحب احطها معاها تجديعة الطماطم بالذات للمكرونة. الخل
تبردش منك وما تعرفيش تكسريها. شايفين انتوا الدخان طبعا عامل عمايل. طبعا الرخامة بتاعتي لازم اكون مسحها قبل ما استخدم حاجة. مكرونتي اتسلقت خلصتها، التجدعة بتتفتح بتاعتها. دي دهون، لو ما عندكيش بقى دهون عليك بأي ظهر كوباية كده بأرضيتها من تحت وتمسكها كده في السوا. شايفين معلقة التوم بتاعتنا الحلوة برضو ونسيبها. طبعا احنا محطناش في السلق بتاع البطاطس ملح لان كل شغلنا هيبقى فيها من هنا. والله العظيم لو عايزه اقول لكم ريحتها لا يعلى عليها، تتاكل اكل ساعة ما الفص التوم اتحط عليها. في الوقت ده هنعملها حلو باسم حلو عشان ما تبقاش ايه تحت من درس اطفالنا كده، حته جامده يعني زي دي لازم ننعمها حلو. هنحط البهارات بتاعتنا ذره بس من الكاري، وهتلاقوني برضه احط بقيه البهارات بتاعه المكرونه اللي انا هحطهم معاكم وانا بحط ايه حاجه الكفته. بسم الله. 7 بهارات، كزبره، شطه، طبعا الشطه دي اختياري، بابريكا، دي بابريكا مدخنه يا بنات. شايفين بقى يا بنات انا حطيت طبعا معايا ايه عود شبت بسيط، بصل بودر حطيناه، توم بودر. هنقلب كل الخليط ده بقى مع نفسه كده الاول، وافتكروا ان احنا اصلا لسه محطناش ملح. عايزه بقى تحطي شبت تحطيه، عايزه تحطي اي حاجه مسموح بها انت تحطيها براحتك. الملح حسب الرغبه، وانا قلت لكم يعني ده براحتكم، ممكن ما تكونوش بتحبوا الحاجه مالحه، ممكن تحبوها مظبوطه.
شايفين دي يا بنات؟ دي بهارات كفتة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي خلاص. شايفين يا بنات كده انا خلصتها بقى بعد ما هشكلها بالشكل اللي انا عايزاه. وفي الوقت ده هكون مجهزه ايه الجيتار، حابه يكون حار حابه يكون بارد، يعني انا اعمل ميكس بين الحر وبين البارد، واقوم جايه مظبطاه ونوريكم مع بعض الشكل النهائي. في الوقت ده احنا هنحط ايه المكرونه بتاعتنا ونسيبها بقى تتطبخ مع نفسها. شايفين كله جنب بعض في ثواني. طبعا انا شايله من التجدعه دي، لو انت حابه تسيبها حمرا براحتك، انتش حابه براحتك برضه. شايفين؟ واوطي عليها لغايه ما تشرب الصوص بتاعها براحتك. بصوا بقى، كل واحد وظروفه. تمام. ممكن تعملوها ببيضه، لو ما عندكش بيضه عليك تبلها بميه، بس انا حباها كده. تمام. تعملها الشكل اللي انت عايزاه. اهو. زي الفراخ الكوكي، وتبططها كده. اخلص بقية الكمية واوريها لكم. شايفين؟ تصدقوا ان دي بقى من البطاطس تقدري تعملي بقى كل ده، غير الكمية اصلا لسه ما خلصتش. هكمل بقى كميتي واحمرها واوريها لكم في الاخر لكم الشكل النهائي. اشوف وشكم على خير فيديو تاني. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يومياتنا جنون. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم.